مساء الخير على عيونكم الحلوين. النهارده بقى راجعين كده بفيديو حلو كده، هنعمل الكيكه وهتطلع معاكي مظبوطه 100%. في البدايه هنجيب 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، هنحط عليهم كيس فانيليا. حلو الكلام. هنجيب بقى يا المضرب يا الخلاط، وهنا انا بفضل الخلاط لان المضرب بقى بفضل ماسكاه كده بيوجع لي ايديا، فالخلاط احسن وبعدين بيخلي هوا كتير قوي يدخل في المكونات بتاعتي من كتر الضرب. هنحط ال3 بيضات بالفانيليا في الخلاط. بعد كده هنجيب كوبايه ونص سكر او كوبايه وربع سكر، وبرده السكر براحتكم، لو انتوا مش حابين سكر كتير تقدروا تحطوا كوبايه سكر واحده او كوبايه الا ربع. انا هنا حطيت كوبايه ونص وطلعت على فكره طعمها مسكر، يعني الكوبايه واحده كانت هتكفي. تمام. بعد كده هنضرب البيض والسكر مع بعض الاول لحد كده ما يبقوا عاملين معايا قوام حلو. وبعد كده هننزل ببقيه المكونات بتاعتنا. كوبايه سمنه، تمام، او كوبايه زيت براحتكم اللي انتوا بتفضلوه. انا هنا استعملت سمنه، كوبايه سمنه، وهنحطها على المكونات بتاعتنا ونبتدي نضرب. وادي شايفين شكلها اتخلطت بقت عامله ازاي. بعد كده هجيب كوبايه لبن، ماشي، ويا ريت بقى القشطه اللي على وش اللبن دي يا سلام، وممكن نحتاج نص كوبايه نخليه بس على جنب. هنحط برضو اللبن ونبتدي نضرب الكلام ده كله في الخلاط لحد ما كله بقى يبقى كده متجانس مع بعضه. خلصنا ضرب المكونات السائله، ندخل على الدقيق. هنا انا هستخدم كوبايتين ونص دقيق وهخلي نص على جنب يمكن احتاجه. هحط عليهم معلقه كبيره اللي هو كيك شيف او بيكنج باودر، محسن كيك اللي عندك حطيه مش شرط، ونرشه ملح صغيره جدا. وابدا انزل بالخليط بتاعي بالتدريج واقلب شويه بشويه وارجع انزل تاني. ما انزلش بالخليط كله مره واحده علشان العجينه عندي ما تكلكعش، انا مش عايزاها تكلكع. انا هنزل حبه حبه زي ما انتم شايفين وابتدي اقلب لحد ما يبقى قوامها سايل كده زي ما انتم شايفين وزي الفل. وهنا انا استعملت الكوبايتين ونص بس. النص كوبايه اللي انا كنت شايلاه على جنب ده انا مش هستعمله لان هي قوامها هنا عندي حلو، وكمان ممكن اضيف لها حبه لبن يعني زي ربع كوبايه كده عشان حسيت ان القوام بتاعها تقيل كده، فهحط ربع كوبايه لبن عشان تبقى معايا مظبوطه. عندي صينيه مدهونه زيت، تمام، او سمنه، وهبدا انزل بقى بالخليط بتاعي. لو حابين نعمل نص شوكولاته بناخد نص الخليط ده نحط عليه معلقتين كاكاو، ونخلي بالنا ان احنا لازم نزود شويه لبن لان الكاكاو بينشف العجينه عندي. هنزل بالخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اهز الصينيه كده واديها خبطتين على الرخامه علشان تتساوى. والفرن بتاعي يبقى سخن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، تمام. وطبعا اختبار الكيكه بتاعنا اللي هو احنا كلنا متعودين عليه ان الكيكه اول ما تستوي هنشم ريحتها بس كده، يعني بعد بقى 35 دقيقه 40 دقيقه هتبتدي تشم ريحتها، او انك انت تقدري تفتحي عليها الفرن، ماشي. لو لقيتيها بقى اتعملت من فوق كان بها. هنا انا كنت حاطه سمنه كتير قوي فبظت كده على الوش، ما علينا. لو لقيتيها اتحمرت من فوق خلاص، ما اتحمرتش يبقى انا هروح طافيه من تحت وفاتحه الشوايه وسايبه باب الفرن مفتوح وواقفه جنبها لانها ممكن تتلسع في ثانيه. وده شكلها يا جماعه بعد ما طلعت كانت هشه جدا، بصوا اكنها كيكه اسفنجيه ب3 بيضات بس، وطعمها كان تحفه. جربوا المقادير دي كده وامشوا على الخطوات والمكونات دي واحده واحده، صدقوني هتطلع معاكم احلى كيكه وهتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوها. ويلا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي لو عايزين اي طريقه كده سهله وسريعه واقدر اعملها لكم، وبالف هنا.